تقريرين عرفتهم النهارده وعايز بس ابلغ بيهم يعني عشان الناس يبقوا فاهمين. التقرير الاول من مصر والتقرير الثاني من اسرائيل. التقرير اللي بتاع مصر بيقول ان مباحث اللي هي الامن القومي رصدوا تحركات للاخوان، تنظيم الاخوان الدولي، بيشوفوا الخطوات التصعيديه التي ستتم في الفتره المقبله للتصعيد ضد الجيش وضد الشرطه. دي الاول يعني رصدوا اجتماع تم في الخارج عشان يصعدوا الموقف ضد الجيش وضد الشرطه بما فيها تخريب للمنشآت. التقرير الثاني جاي من المخابرات الاسرائيليه لمجلس الوزراء بتاع اسرائيل، بيقول ان 2014 مش هيحصل فيها حروب خالص، لان الجيوش بتاعت المنطقه العربيه اللي هم الاعداء بالنسبه لهم كلهم مشغولين دلوقتي في المشاكل اللي موجوده في بلادهم. فطبعا سوريا بالسلامه بقت 2 جيش حر وجيش القائد بتاعهم. جنوب لبنان اللي هو كان حزب الله كان واقف لهم دلوقتي بقى مشغول مع الشمال انابل ومشغول في المستنقع السوري. قبليها كان العراق لما وقعوا بين الكويت وبين العراق وخلصوها، فمش فاضل دلوقتي غير قدامهم غير جيش مصر. وجيش مصر دلوقتي بيشغلوه في الاخوان المسلمين والحركات اللي بتعملها والتصعيد زي ما قلنا في التقرير الاول ان هم بيجتمعوا عشان يصعدوا ضد جيش مصر. الحاجات متوائمه مع بعضها. في سوريا للاسف يعني لان ان هو الاخوان برضه اللي موجوده فيها، لبنان الاخوان اللي موجوده فيها، يعني برضه مع لان هي لبنان وسوريا بنقول ان هي الشام الاثنين الموقف واحد. تونس نفس الكلام، ليبيا نفس الكلام، السودان نفس الكلام، غزه حماس خلاص قايمه بالواجب. في المسائل يعني التقرير بيقول ان مفيش قوه هتقف وتحارب اسرائيل في 2014. هنيئا لكم يا متاجرين بالدين، قمتم بدوركم كويس جدا جدا، وكانكم يعني اداه في يد الصهاينه يحركوا بيكم امنهم القومي ويضمنوا بيكم امنهم القومي بشرط ان هم اشغلوا الجيوش العربيه. ويا رب انا دلوقتي بالمناسبه دي اقول الحمد لله ان ربنا سخر لنا عبد من عباده اللي هو عبد الفتاح السيسي ان انتبه الى هذا الامر، وان هو حاول ان هو يبني هذا الامر، وان هو بيحاول يبقي على جيش مصر موحد. وتحيه لكل من ساهم من اساتذه الجامعات او المهندسين او الاطباء او اي حد المدرسين، اي حد دخل على الفيسبوك وقال كلمه حق عشان يحافظ على جيش مصر. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها إن من سلاح الإخوان في برضه من الحاجات اللي ممكن يعملوه في الفترة اللي جاية بعد ما خدوا معاهم 6 أبريل، هم ممكن يدخلوا في حكاية تمرد عشان قانون التظاهر. وبيشغلونا في حاجتين، إن في انتخابات مجلس شعب جاية فبيعملوا توحدات وانقسامات عشان الناس يختلفوا زي ما أي حد بيبقى فيه غنيمة يختلفوا عليها. النقطة الثانية اللي هي انتخابات الرئاسة، وبيحاولوا يدخلوا حمدين وضد مش عارف الفريق عبد الفتاح السيسي، ومين عايز يدخل ومين عايز يخرج، والمهم يوقعوا الدنيا في بعضها حتى ينشغل الناس بهذه الاختلافات عن الهدف الاساسي ان هو توحيد مصر. هم بيفتتوها لان هم ما بيعرفوش يشتغلوا الا في بيئه تكون مفتته ومفككه والضلمه فيها كتير قوي عشان يعرفوا يصيبوا كويس. فانا بقول لتمرد وكل الجهات السويه وكل الناس اللي خرجوا في 30/6 واللي خرجوا بعد كده في يوليو ان توحدوا ولا تختلفوا، وخليكوا دلوقتي مشكلتنا ان احنا ننجح خريطه الطريق وان احنا ما يشغلناش، مش كل شويه ياخدوا شويه طلبه معاهم وده 6 ابريل معانا وده ما اعرفش مين معانا وقانون تظاهر لا او مش عارف ايه. هو مين بيخاف من قانون التظاهر؟ يعني انا هخاف منه ليه؟ ما هو هاخد تصريح ان انا هنزل. طب مين اللي بيخاف من بتاع المباحث؟ ما هو الحرامي وبتاع المخدرات. انا لو تعين بتاع مباحث في المدينه هنا جديد وشديد جدا، انا مالي؟ ما ده احسن، ده هيطمني انا ان انا هنام وانا مرتاح وقرير العين. لكن مين اللي يخاف منه ومين اللي يأذيه ومين اللي يقول لك لا ده شديد ده ما بيعملش مش عارف ايه؟ هو الحرامي اللي هيحتك معاه او القاتل او بتاع المخدرات او القاطع الطريق، هم دول اللي بيخافوا من بتوع المباحث. انا بقول برضه اللي بيخاف من قانون التظاهر هم اللي عايزين يهدوا البلد. وارجو ان كل اللي كانوا وقفوا معانا في 30/6 ان هم يتوحدوا وما يختلفوش. حكايه الانتخابات دي نختلف فيها بس في وقتها ان شاء الله. يبقى يجي انتخابات نختلف، تيجي انتخابات الرئاسه نختلف، بس مش دلوقتي. دلوقتي احنا عاملين زي الرماة بتوع جبل احد، لو نزلنا ناخد الغنايم خلاص انتصر علينا الاخوان تاني، رجع الدستور القديم تاني، رجعوا الاخوان يكبوا على نفسنا تاني، ضاعت مصر وباشت زي حته الملح اللي بتبوش باشت. فاحنا لو ما انتبهناش وركزنا دلوقتي قوي ما نسيبش ونقولش في غنايم، لا احنا لسه مش في الغنايم، احنا في حرب وحرب شديده جدا، ويجب ان ننتبه ان احنا في حرب شديده جدا. وادينا قلت لكم تقريرين من الخارج من الاخوان ومن اسرائيل، انتبهوا شويه عشان ربنا سبحانه وتعالى يعدي الايام دي على خير، وربنا يا رب يحفظ جيش مصر موحد ويحفظ شرطه مصر ويعوض على من استشهد في سبيل اعلاء كلمه الدين وكلمه الوطن.